بخير. الصوم بدأ من يوم الاثنين اللي فات، وزي ما متعودين كل سنة يوم الجمعة من الصوم الكبير بيشرفنا ويباركنا أسف. احنا النهارده يعني أول يوم في النهضة بيشرفنا ويباركنا سيدنا نيافة الأنبا هو أسقف السويس وتوابعها. احنا سعداء فرحين بيه، وسيدنا كان زارنا قبل كده طبعا مرات، بس قبل ما يترسم أسقف. كان شاف الكنيسة وهي بتتحرك أساسا، بعد كده شافها تاني وهي الدور التاني في البلد. النهارده باركنا في الدور الثالث، وإن شاء الله تبارك نسيب على طول لغاية لما تنتشر. سيدنا مش غريب علينا، يعني سيدنا مدير مرمينا المعلم، وقبل دين مرمينا مدير الملاك بالنور. احنا بنفرح بكده ودي فرحة كبيرة، لأنه قبل ما مدير مرمينا يعترف بيه ما كانش يجوز فيه ربنا. سيدنا أنبا لوكاس جاب سيدنا وأبونا مينا، لا ما أبونا سادس نيافتي، كان في أبونا الآباء اللي كانوا بعد كده وفي مجموعة اتربنوا في دير الملاك، وأول ما عملوا في دير مرمينا المعلق سيدنا غيروا شكلهم لدير مرمينا المعلق، واحنا في دير الإنسان وكل بنتفاهم معاه عشان سيدنا معاه نفسه مرمينا لوكاس. أول ما تتسمى يقول أبونا بندرس مرمينا المعلق، ما تنساش ندير الملاك في النقلون بالفيوم. كان اسمنا نتخلف دول الاثنين بقى، هو هيسيبكم يروح السويس. فنشكر ربنا اختاره أسقفا لمدينة السويس. هي مدينة هادية جميلة ولطيفة، يمكن 60-70 ألف، بس الكنايس قليلة. سيدنا لسه يعني بيشتغل، فيها 5 كنايس و16 كاهن. برضه سيدنا بقى لهم 10 كنايس و50 كاهن عشان يقدروا يخدموهم. عنده منطقة العين السخنة اللي راح وشافها يعني مليانة، بس للأسف سيدنا راح كلها الأرض خلصت. يدور على بيت متر يقولوا له 2 مليون. طب هيعمل بيه ايه؟ وبيشتركوا اشتراكات تانية، لأنه لازم تتعمل سهل، ما تعملش فيها منشآت. لكن إن شاء الله سيدنا ربنا هيطبق المكان ويبقى جميل وجميل، ويعملوا له مؤتمرات، ونيجي عند نيافتك واحنا مطمئنين وفرحانين يعني، رايحين عند أبونا ومكاننا وبيت. سيدنا قبل ما يروح السويس خدم كتير في لندن، خدمة ناجحة، ويعني لغاية دلوقتي طبعا بيتفقوا ربنا أرسل خدمهم، ولو بيجيبوا سيرته بيبقوا زعلانين من سابهم ومشي. لكن هو كان يهرب من الخدمة ويحب يقعد في الدين، لدرجة إن سيدنا أنبا لوكاس قال له انزل الركبة في الدين. بعد شوية قال له أنا مش عاوز أمشي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اولا كل سنه وحضراتكم بخير. ثانيا انا مش قادر اعبر عن مشاعري ان انا فرحان ومبسوط ان انا ابقى هنا في وسطيكم اخد بركه سيدنا الحبيب نيافه الانبا ابراهيم وسيدنا الحبيب نيافه الانبا اسحاق وبركه الاباء الكهنه وبركتكم. وزي ما قال سيدنا الانبا ابراهيم انا مش غريب عن الفيوم. الأول كان اسمي أرسانيوس النقلوني وبعدين سموني أرسانيوس الأرنوبي وبعدين جردوني من النقاب. أنا كان ليا الشرف والبركة الكبيرة إني سيدنا الأنبا إبراهيم أول رهبانة تبقى في دير الملاك، وسيدنا البابا الله ينيح نفسه سيدنا البابا شنودة راهبن أول رهبانة في المقر عنده. وأول مرة سيدنا يرهبن في الدير كنت أنا واحد من ولاده. وصحيح قعدت شهر بس يعني ورجعت الدير تاني، وبعدين رجعت مرة تانية بعد سنة وسيدنا رسمني كاهن. وزي ما قال سيدنا أبنوب والفيوم مش غرب على بعض يعني، احنا بنعتبرهم في عندنا في أبنوب إبرشية واحدة. الإبرشية دي خلفت إبرشية صغيرة تانية اسمها السويس طلعت منها يعني عشان احنا كلنا ولاد سيدنا يعني. واول ما سيدنا يعني امرني ان انا اجي، انا طبعا ما استاهلش ان انا اجي وما استاهلش ان انا اتكلم في حضور سيدنا انبا ابراهيم وسيدنا انبا اسحاق، بس ما اقدرش اتاخر عن ان انا اجي اخد البركه دي يعني. نيافتك توعدنا انه تباركنا على طول زين. انا افصل انا اللي اخد البركه، وانا مبسوط بالكنيسه الجميله الحلوه دي. انا تهت يعني من كتر وسع الكنيسه وجمالها. وربنا يدي سيدنا الصحة ويكمل ويعمر. أنا باجي أتفرج يا سيدنا، هم اللي بيشتغلوا. ما هو ببركة صلاتك وبركة إرشادك سيدنا. الصوم الكبير طبعا زي ما قال سيدنا فترة هي ابتدت الفترة دي من يوم الاثنين اللي فات. مع بداية الصوم بتتبين المشاعر. في ناس بتستقبل الصوم الكبير بفرح وبشوق ويستمتعوا جدا بهذه الفترة، لأن بالنسبة لهم بتبقى فرصة أنه الإنسان يقترب من ربنا أكتر ويستمتع بوسائط النعمة ووسائط الروحية، ويبقى فترة مركزة يعيش فيها الإنسان قريب من ربنا. طبعا بيستمتع بعمق الصلوات والقداسات المتأخرة، والناس اللي بيشعروا بهذه المشاعر بيبقوا مش عايزين الصوم يخلص، بيعتبروا الصوم بالنسبة لهم فترة خزين بيخزنوا فيها بطول السنة. أما المشاعر الأخرى للأسف في البعض بيستثقل الصوم، والبعض بيشتكي من طول الفترة، والبعض أحيانا يعترض ويقول ليه الصوم أصلا يعني. وحتى لو صام على مضض بيبقى بيعد الأيام ويتحسب امتى او ينتظر امتى يخلص الصوم يعني. والبعض الاخر مش بيصوم. طبعا الفئه الاولى دي مش محتاجه كلام، لكن احنا عايزين نتكلم عن الفئه الثانيه. الفئه الثانيه محتاجه انها تعرف ان الانسان عشان يعيش حياه روحيه مقبول عند الله لازم يكون في جهاد. لازم الإنسان يحيا
حياة الجهاد الروحي. في ناس أحيانا بتعترض وتقول هو ربنا هياخد من صومي إيه؟ ربنا مش هياخد مني حاجة سواء من صلواتي أو من أصوامي، لكن أنا اللي باخد. وإن كنا إحنا لم نقدم لله شيء إلا إن ربنا عايز مننا حاجة واحدة، عايز مننا إن إحنا نؤكد على إن إحنا بنحبه. صحيح ربنا قال يا ابني أعطيني قلبك، والقلب ده معناه المشاعر. في ناس كتيرة بتقول إحنا بنحب ربنا، بس بنحب ربنا بجد. إذا كنت بتحب ربنا بجد يبقى لازم تدلل على محبتك لله. فالمحبة المسيحية اللي بجد محبة باذلة. فعشان تبرهن على محبتك لربنا مفيش مانع انك تتعب من اجل الله. والصوم عبارة عن نوع من انواع التعب الممزوج بالحب. لاني وانا انا بصوم اولا من اجل محبتي لربنا وعشان عايز اقترب من ربنا اكتر. في نفس الوقت انا بحاول ادي روحي فرصة اكتر او اكبر انها تلتصق بالله. يمكن في الفترات الطبيعية العادية جائز الإنسان يبقى مشغول زيادة، جائز أمور العالم وأمور الجسد بتبقى شغلة غالبية وقته وغالبية فكره، فيجي في الصوم يلاقي إن دي فرصة ممكن يركز فيها على الجانب الروحي. لكن هل الصوم أمر سهل؟ يعني الناس عايزة تصوم والدنيا تبقى سهلة بسيطة عليهم، ولا سيما إنه العالم كله يمكن من فترة مش قليلة في اتجاه للاستسهال أو التسهيل على الناس. يمكن من أول ما قامت الثورة الصناعية في أوروبا ابتدوا يخترعوا الميكنة أو الآلات، ابتدت الدنيا تبقى تروح للسهل. وبدل ما الإنسان كان عنده استعداد إنه يبذل مجهود حتى مجهود جسماني أو عضلي، مع الوقت ابتدت كل حاجة دلوقتي ابتدت تتعامل بالآلة بالمكن. يعني التطور اللي حصل في العالم، التطور العلمي والتطبيقات العلمية اللي بتتغير كل يوم، يعني كل يوم بيبقى فيه جديد. كل العالم بيتجه إلى أنه يسهل على الإنسان من حياته. كل ما الإنسان بقت حياته سهلة كل ما ارتبط بالأرض أكتر، وكل ما عينيه ومشاعره تبقى صعبة إنها تبص للسماء للأسف. يعني تخيلوا مثلا يمكن من فترة قريبة العامل اللي في الغيط اللي بيشتغل في الزراعة كان ممكن يطلع من أول الصبح يمسك الفاس ويفضل يشتغل في الأرض، وكان مجهود طبعا عليه، وتلاقي حياته بسيطة وسهل جدا ان هو يتحمل الجهد، مش بس في العمل اللي في الحقل، لكن مثلا لما يطلب منه انه يروح مشوار ممكن يروح المشوار ده على رجليه ماشي، لانه جسمه متعود على المجهود. لكن دلوقتي ابتدت الميكنة سواء الميكنة الزراعية أو في أي اتجاه تدخل بشكل كثير جدا، ويبقى كل حاجة تقريبا دلوقتي ابتدت تتعمل بالآلة. فابتدى الإنسان يميل للسهل. سوري، يعني مثلا الستات في الأول كانوا لما يغسلوا الهدوم بإيديهم، فكان ده مجهود ان الست تغسل الهدوم على ايديها، ولما تغسل الهدوم على ايديها يبقى عندها برضه قبول لفكره انها تبذل مجهود جسدي. دلوقتي الغسالات الاوتوماتيك تهيألي دلوقتي في غسالات بتطلع الهدوم نشف، حتى مش بتحتاج انك تنشرها يعني. فالامور الماديه او الجسديه ابتدى يبقى فيها نوع من التسهيل، فالناس للاسف تبتدي تفاصل كمان في الامور الروحيه. الصوم بالنسبه لهم برضه مجهد. الواحد ممكن يبقى متعود انه يصحى الصبح يفطر او ياكل الاكل المريح لمعدته، او ياكل الاكل بالنسبه له المشهى اللي يبقى بيحب ياكله،
فكون انه يمتنع عن كل ده معناه انه النوع ده هيبذل مجهود او هيجاهد انه هو يعمل كده، وهو للاسف بيبقى خلاص ارتبط بالامور السهله. لكن احنا لو ركزنا هنلاقي ان في حاجات كتيره ما ينفعش ان احنا نفاصل فيها. يعني في مبادئ وقوانين وقواعد مهما ان تطورت الحياه مش هنقدر نفاصل فيها. زي مثلا قوانين المرور، حد يقدر دلوقتي يقول مع تطور الزمن والآلة وانتشار العربيات يقدروا يخلوا مثلا الناس تمشي بالعربية والإشارة لما تبقى حمراء؟ ليه الناس كلها مرتبطة وملتزمة بقانون المرور؟ أول ما العربية تشوف أو السائق بتاع العربية يشوف الإشارة حمراء يقف ويلتزم. محدش بيعترض ويقول احنا ليه معقدينها علينا، ما يخلونا نمشي، ما انت لو مشيت هتخبط في اللي جاي وهتعمل مشكلة. أو مثلا مهما تطورت المجتمعات ما يقدروش يغيروا مثلا في مبادئ الحريات ولا قوانين اللي تمس حريات الأفراد أو حقوقهم. فليه احنا في الكنيسة أو في الجانب الروحي نفاصل؟ يعني مثلا نيجي مثلا في القداس يقولوا ليه القداس يبقى متأخر لحد الساعة 3؟ ليه ما يبقاش بدري؟ مع الناس مش قادرة تتحمل زي زمان ما كانوا بيتحملوا. وده على فكرة خداع من عدو الخير، انه يسهل على الناس الامور العالمية عشان يجوا يفصلوا بقى في الكنيسة. فالصوم من الناحية الجسدية في جهاد، في تعب، ولازم اقبل فكرة التعب، ان انا اتعب من اجل الله، اتعب عشان اعبر عن حبي لربنا. انا رب مش هاكل هذا النوع من الاكل، او ان انا انقطع عن الطعام فترة معينة محبة فيك عشان انا بحبه. وكل ما نحب ربنا اكتر، كل ما نقترب منه اكتر، كل ما ربنا يملانا بالفضائل. لان الصوم نفسه مش هدف. الصوم نفسه مش هدف، الصوم عبارة عن وسيلة توصل الانسان لهدف، اللي هو زي ما قال القديس يوحنا كاسيان ان الصوم وسيلة توصلنا للغاية أو توصلنا الهدف، والهدف هو نقاوة القلب. ونقاوة القلب ليه الإنسان عايز قلبه يبقى نقي؟ عشان يسكن فيه ربنا، عشان يبقى ملتصق بربنا طول الوقت. لكن أنا عشان أوصل لنقاوة القلب مش بالسهولة، لازم أجاهد. ففي ناس تعترض وتقول إيه؟ طب وإحنا ليه محتاجين جهاد؟ مش ربنا فدانا على الصليب؟ وده صوت أحيانا بيجي من كنايس أخرى، وأحيانا يطلع من نفس الكنيسة، من كنيستنا يعني. ولا سيما الشباب الصغير اللي لسه طالع بقى اللي يميل للسهل، يقول هو ربنا عمل كل حاجه على الصليب، وانا محتاج اجاهد ومحتاج ان انا اتعب عشان انال الخلاص، هو ربنا خلصني وفداني. ربنا مش عايز مني حاجه خالص عشان يديني الفداء او يديني الخلاص الا انا اؤمن واقبل وفادي ومخلص. طيب عشان استمر في هذا الخلاص، يعني استمر قريب من ربنا وافضل امين ليه، لازم اعبر عن محبتي ليه، طاعتي الوصايا. كل الايات اللي موجوده في العهد الجديد اللي بتتكلم عن الجهاد ايات موجهه للمؤمنين امنوا بالسيد المسيح وقبلوا فداءه وخلاصه. يعني الجهاد مش غريب عن الإنسان المؤمن، هو الجهاد مش بس للإنسان البعيد عن الإيمان. ده بولس الرسول مثلا في العبرانيين، في الرسالة للعبرانيين بيقول إيه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة، بيكلم المؤمنين. فهو في آيات كتير بتتكلم عن الجهاد للمؤمن، الإنسان المؤمن. ده مش دي النقطة اللي أنا هتكلم فيها، لكن أنا هتكلم في إنه إزاي الصوم يبقى فيه جهاد، يبقى فيه تعب. ففي ثلاث نقط هنتكلم عنهم فيما يخص الجسد، الجانب الجسدي في الصوم. النقطة الأولى هي الامتناع عن الطعام، النقطة الثانية هي الجوع أو الشعور بالجوع، النقطة الثالثة هي نوع الطعام، نوع الأكل. كلنا عارفين أن الصوم تفسيره أو تعريفه البسيط هو الامتناع عن تناول الطعام فترة
يعقبها تناول طعام خالي من الدسم الحيواني. وحتى كلمة صوم في التراجم الأخرى معناه الامتناع عن الأكل. ومثلا في الإنجليزي فاستنج أو فاست اللي هي الصوم، لما نشوف كلمة فطار عندهم، الفطار الإنجليزي بريك فاست يعني كسر الصوم. الواحد لما يجي ياكل الصبح يبقى هو كده بيكسر الصوم، لكنه الفطار عكس الصيام. يبقى الصيام معناه انه الواحد مش بياكل فتره، يفضل ممتنع عن الاكل فتره. وفتره الامتناع عن الاكل بتختلف طبعا من شخص لاخر حسب قامته الروحيه وحسب سنه وحسب مستواه، لكن لابد ان تكون هناك فتره انقطاع عن الطعام. ليه؟ لان احنا لو مجرد بناكل اكل نباتي بس يبقى احنا بقينا نباتيين مش صايمين. في ناس كتير على مستوى العالم كتير جدا نباتيين بس مالهمش دخل بالصوم، لانه في ناس مثلا في ديانات اخرى، في البوذيين، في الهندوسيين، في ناس ما عندهمش دين خالص لكن نباتيين بياكلوا اكل نباتي. فاحنا لو احنا قلنا لا خلاص بلاش من الانقطاع وهناكل الاكل النباتي يبقى احنا بقينا نباتيين. فعشان ابقى صايم لازم امتنع فتره عن تناول الطعام. طبعا الانسان اللي متعود على انه ياكل الصبح عشان يمتنع عن الاكل دي فيها جهاد، فيها تعب. هو ده بقى اللي احنا عايزينه، ان احنا نتعب من اجل ربنا. الفتره دي طبعا في الصوم الكبير بتحددها الكنيسة على اعتبار الصوم الكبير هو من الصوم الدرجة الأولى، فبتنتهي فترة الانقطاع عند الساعة 9 أو الساعة 3 بعد الظهر. عشان كده تلاقوا القداسات بتنتهي في هذه الساعة، لكن ممكن يكون فيها نوع من التفاوت بما يتناسب مع مستوى الإنسان الروحي. يعني في ناس مثلا مبتدئين في الحياة الروحية فيبتدوا فترة انقطاع صغيرة، في ناس متدربين في الحياة الروحية يبقوا يطولوا حبة فترة الانقطاع، في ناس الناضجين روحيا يبقى فترة الانقطاع بتصل إلى ما بعد الساعة 3 بعد الظهر. ممكن زي ما بنسمع مثلا إنه في الرهبان، النساك، السواح، دول بيطولوا الأيام بقى، بيصوموا الأيام ورا بعض يعني. وبرضه تختلف فترة الانقطاع من شخص لسه صغير، لسه يعني بينمو جسديا، يعني لسه بيكبر، من شاب مثلا، من شخص كبير في السن. فحسب طبعا حسب السن وحسب العمر بتختلف فترات الانقطاع، لكن لازم يكون في انقطاع. حتى أولادكم الصغيرين تدربوهم، لو هو حتى مش هيقدر يصوم فترة طويلة يبقى بدل ما بيصحى الصبح يفطر يبقى ننتظر عليه ساعة مثلا الصبح عشان نعوده ان احنا صايمين. لو هو صايم يحس او يتأصل فيه فكرة ان الصيام فيه انقطاع، مش ان انا اصحى الصبح لازم اكل. وطبعا فترة الانقطاع دي ممكن تختلف حسب تدبير أب الاعتراف. يعني من شخص لآخر ممكن حسب رأي أب الاعتراف ممكن أبونا يسمح لشخص إن هو يصوم لفترات طويلة، وممكن لشخص آخر يديله فترات صغيرة حسب طبعا إمكانية كل شخص. طبعا في عامل مهم جدا إنه الحالة الصحية بتاعت الإنسان. في ناس بيبقى ظروفهم الصحية تمنعهم من إنه ينقطع عن الأكل فترات طويلة، زي مثلا الناس اللي عنده سكر مثلا أو عنده مشاكل صحية، فده مش سهل عليه إنه هو يستمر فترة طويلة من غير أكل. فممكن أب الاعتراف يسمح له إنه هو يفطر بدري أو يبقى عدد ساعات الصوم عنده قليلة. في ناس برضو بتتدرج في الصوم الواحد اللي هو مثلا زي الصوم الكبير اللي احنا فيه من اسبوع لاسبوع. يعني يبتدي الصوم الاولاني، الاسبوع الاولاني مثلا هو الاسبوع الاستعداد ينقطع فتره صغيره، وبعدين اول ما يدخل بقى يتدرج في الاسابيع اللي بعد كده يبتدي يزود فترات الانقطاع. حتى في ناس في اسبوع الالام بتصوم لوقت متاخر
وزي ما قلت ان الفترات دي بتتحدد بترتيب ميعاد بالاعتراف، لانه في ناس ممكن لما تصوم حسب هواها الشخصي وتطول فترات الانقطاع ممكن تصاب بفكر الكبرياء، انه يعني حاسس ان هو بيصوم اكتر من الناس، فممكن يجيله احساس او شعور بالكبرياء، فلازم يرتب مع اب اعترافه. وطبعا لو لاحظنا انه الصوم الكبير بينتهي عند الساعة 9 أو 3 بعد الظهر، 9 يعني حسب التقويم العبري، واحنا كلنا عارفين عشان الصلوات الإجبارية بتبقى مرتبطة بالساعات دي. وحتى نلاحظ انه صلاة الساعة 9 بيشتري فيها إنجيل اللي هو إنجيل البركة أو إشباع الجموع، مع ان الصلاة نفسها بتوافق أو بتبقى تذكار لموت السيد المسيح على الصليب. ليه بيحطوا إنجيل الساعة 9 اللي هو عن البركة؟ السيد المسيح لما بارك ال5 خبزات والسمكتين وأشبع بيهم الجموع، علشان هو هي دي الساعة اللي حطتها الكنيسة ينتهي فيها الصوم. النقطة اللي بعد كده في فكرة الجوع. في ناس مثلا بتصوم أو تنقطع عن الطعام دون أن تشعر بالجوع. في ناس متعودة كده مثلا الصبح ما يفطرش، فمثلا لما يفطر الساعة 1 ولا 2 ولا 3 ما يبقاش حاسس قبليها بالجوع، ولا سيما في ناس كتير اللي هم اتعودوا على ان هم ما ياخدوش حاجة الصبح، فالمعدة اتعودت على انها ما تاخدش حاجة الصبح فما بتشعرش بالجوع. ده ممكن برضو يبقى ما يستفدش كويس من الصوم، لازم يدخل في مرحلة يشعر فيها بالجوع. يعني هو لو مش بيجوع للساعة 3 يبقى المفروض يزود بند 3. ايه فكرة الجوع بقى؟ الإنسان اللي بيجوع، على فكرة الجوع دي برضه متاخدة من الكتاب المقدس، لأنه السيد المسيح نفسه قيل عنه لما صام 40 يوم في البرية قيل عنه أنه جاع أخيرا، ولما جاع جه الشيطان بقى يحاربه أو يجربه بأنه يحول الحجارة خبز. يعني الشيطان عارف أن الإنسان لما يدخل في مرحلة الجوع يبتدي يفكر في الأكل. لكن أنا لو حتى حسيت بالجوع وأصريت على أن أنا ما أكلش، ده بيساعدني على فكرة ضبط الذات أو ضبط الإرادة، وده برضو هدف من أهداف الصوم. إنسان يوصل لدرجة القهر بالجسد، إنه يتحكم في الجسد لأنه هو ما يحصلش على اللي عايزه، وده معناه إن إرادته بتقوى. فحتى لما يتعرض عليه حاجة غلط أو شيء لا يتفق مع وصية ربنا يقدر يقول لا، يقدر يقول لنفسه لا مش هعمل كده، لأنه اعتاد إن هو يضبط إرادته. ولا سيما لما تكون في حاجة قوية جدا زي الميل للأكل، لأن دي غريزة قوية جدا في الإنسان. فلما يكون هو قادر يضبط هذه الغريزة أو يقدر يضبط ميوله ورغبته في الأكل حتى لو كان جائع، ده معناه إنه يبقى سهل عليه إنه هو يضبط ميوله ويضبط رغباته في أمور كتير. في فترات الانقطاع يصاحبها مشاعر مختلفة. في ناس أثناء الانقطاع يبقى مشغول قوي هياكل امتى، امتى بقى الساعة 3 تيجي، ويبقى مشغول هياكل ايه، وممكن يبقى مشغول في انه يجهز الاكل بالطريقة اللي بيحبها، يعني عايز الاكل بشكل معين بطريقة معينة عشان هو بيحب كده. ودلوقتي للأسف في حاجات كتير احنا يمكن نتكلم في النقطة دي في آخر نقطة اللي هي نوع الطعام. الناس مش بتاخد بالها انه مش من المفروض ان الاكل الصيامي يبقى اكل مشهى، يعني بالبلدي كده يفتح النفس، لانه لو الاكل هيفتح النفس هتلاقي نفسك بتاكل كتير واكن واحد بيخزن، يعني اللي ما اكلهمش الصبح اكلهم على بعضهم في الفطار.
حوشوا مع بعض، يبقى ما استفادش حاجة. الحاجة التانية لما تيجي تاكل أكل مشهى أو مقبول عند الإنسان يفكر فيه، يعني تاني يوم مثلا يفكر فيه. لكن لما يبقى الأكل بسيط ومش من الأكلات المشهية يعني، لا عادي، يعني الإنسان ممكن يتحط قدامه الأكل وما يفكرش يأكل. فدي برضو حاجة تساعد الإنسان على إنه يصوم وهو صايم، ما يبقاش مشغول قوي بفكرة الأكل، لأنه من المفترض أن يكون الفترة اللي بتقضيها في الانقطاع فترة روحية تركز فيها أكتر على الجانب الروحي. يعني الواحد يبقى مشغول بالصلاة، مشغول بالإنجيل، مشغول بأي عمل روحي. حتى لو أنا في الشغل بتاعي ما بقاش بفكر في الأكل، ممكن أفكر في حاجة عملية تطبيقية، لكن مش لازم أفكر فيها. كل ما تفكر في الأكل هتحس إنك جعان وتستثقل الوقت، تبقى عايز الوقت يمر بسرعة. بالعكس، انت كل ما تفكر في ربنا وتفكر في امور روحيه تلاقي انك انت مش عايز تفكر في الاكل، مش عايز تاكل. وخلي بالكم من حاجه مهمه جدا، الانسان وهو معدته فاضيه سهل عليه جدا ان هو يعمل اي عمل روحي. لاحظوها كده في مثل بسيط كده، يعني غالبيتنا احنا مثلا بنصلي قبل الاكل، يعني قبل ما ناكل سهل الانسان يفكر انه يصلي، لكن بعد ما ناكل لا، مش كتير يفكر انه يصلي بعد الاكل، لانه بعد ما مليت المعده بالاكل ابتدى الانسان يبقى ميله للعمل الروحي قليل جدا، لكن وهو جعان قبل ما ياكل ممكن يصلي. تخيلوا بقى لو الكنيسه، يعني طبعا الكنيسه حاطه كل حاجه للشاهد من الروح القدس، تخيلوا مثلا الكنيسه عملت القداس والناس فطرانه، الناس اكله، يعني تلاقي ما حدش يجي القداس، يقول لك القداس ده طويل وصعب عليه. لكن لما ابقى صايم مش واخد حاجه واجي القداس الاقي لا، القداس سهل عليا وسهل ان انا احضره وان انا اكمله للاخر. في ناس بتحب بقى القداسات المتاخره، بيستمتع فيها اكتر يعني. زي ما بقول لكم في نقطة الجوع، انه الكنيسة بتشجع اولادها على انهم يعني يدخلوا في هذه المشاعر علشان ياخدوا بركات اكتر من الصوم. فزي ما عارفين مثلا من مثل الغني واليعازر، لعازر ايه اللي وداه راح في حضن ابونا ابراهيم؟ حد هيقول ان هو كان راجل غلبان وفقير واهم حاجه كانت بتتقال عنه انه كان جعان مش لاقي ياكل الفتات الساقط من الغني. فاذا كان العازر اللي مجرد ان هو عايش فتره كان فيها يحتاج الى الطعام الجسدي حتى دون الإرادة، يعني هو كان بيجوع دون إرادته لأنه ما عندوش، ده راح بقى اتكأ في حضن أبينا إبراهيم. فما بال الإنسان اللي بيجوع بإرادته من أجل محبته لربنا، قد إيه كان يبقى مكانته عند ربنا إيه؟ ربنا ينظر له إزاي يعني؟ الإنسان لما يشعر بالجوع تيجي يحس بضعف. تلاقي مثلا لما يكون شخص صايم حتى لو ماشي في الشارع وحد ضايقه بكلمه، حد جاب شكله، تلاقيه سهل عليه ان هو يسامح ويغفر، لانه حاسس بالضعف. ده لو دخل في خناقه مش هيقدر، يعني هيقدر ازاي؟ غير لما يبقى واحد واكل بقى وشبعان وحاسس بقوته، فصعب عليه ان هو ايه؟ يسامح. صعب عليه ان هو يمرر، عايز ياخد حقه بقى، لانه لو دخل في خناقه يقدر ياخد حقه. فالجوع ده بيخلي الانسان تلقائيا يشعر بضعفه.
ولما الإنسان يشعر بضعفه يلجأ لمين بقى؟ يلجأ لربنا عشان يتسند عليه أو يستمد منه القوة. كمان زي ما قلت لكم إنه الجوع ده بيخلي الإنسان، لما أنا أستحمل الجوع بيخلي الإنسان يبقى يكتسب فضيلة الاحتمال. أنا قادر أحتمل جوعي، يبقى أقدر أحتمل الشخص اللي بيسيء لي، أقدر أحتمل إنسان يكون بيحاول إن هو يضايقني، أقدر أستحمل الإهانة أو أحتمل أي حاجة تتوجه لي من شخص من غير ما أقابل شره بشر، ومن غير ما أجازيه عن شره بشر. كمان دي توصلني إلى فكرة قهر الجسد، إن أنا أقدر أضبط جسدي وأقدر أتحكم فيه. حتى إنه الإنسان الجائع أو الإنسان اللي معدته فاضية يقدر يسهر، ولما يبقى مقترن السهر بالصوم بالصلاة الإنسان يشعر بتعزية كبيرة جدا. خصوصا يعني مثلا أنتوا بتجربوا مثلا ليالي في الكنيسة زي ليلة سبت الفرح أو ليلة أبو غلامسيس، الناس بتبقى صايمة وبتبقى سهرانة في الكنيسة، صلوات كتير بقى وتسابيح، الناس بتبقى متعزية جدا وفرحانة قوي بالليلة دي. ومش بس بيتسمى سبت الفرح لأنه إحنا راح نفرح بقيامة السيد المسيح، لا ده كمان دي ليلة الناس نفسها بتبقى فرحانة بالتعزيات السمائية اللي بياخدوها من وجودهم في الكنيسة ومن الصلوات الطويلة والصلوات الكثيرة، التسبيحات اللي بتبقى في الليلة دي، وبعدين بيعقبها قراءة سفر الرؤيا، وبعدين بتنتهي بالقداس. بتبقى بركة كبيرة، الناس كتير وفي ناس كتير تحب تحضر الليلة دي في الكنيسة، على الرغم ان هم بيبقوا راجعين من الجمعة الكبيرة اللي بيبقى فيها مجهود كبير طول اليوم في الكنيسة، الناس بتصوم لوقت متأخر، وكان وما زال ربما البعض بيصوموا من خميس الأحد لحد قداس العيد، يعني يبقى في ناس صايمة بعد قداس خميس العهد صوم طول الجمعة الكبيرة، وبعدين السبت كله، وبعدين يفطر بعد قداس العيد، فبيبقى صايم طول الفترة دي. قد ايه يبقى مجهود عليه لكنه بيستمتع بيه، وما يقدرش حد يوصل للدرجة دي إلا إذا كان هو أصلا متدرب على الصوم. يعني طول فترة الصوم دي بيدرب نفسه على إنه ينتقل من مرحلة لمرحلة أعلى. النقطة الأخيرة اللي عايز أكلمكم فيها فكرة الصوم. ليه إحنا بناكل في الصوم بتاعنا الطعام النباتي أو الأكل النباتي؟ هو دلوقتي بقى حصل إنه في تحايل على القانون ده، يعني الأكلات بتاعت الصوم زي ما قلت لكم في الأول إنها لازم تتسم بأنها تبقى أكلات بسيطة. الأكل البسيط، الأكل النباتي بيبقى خفيف جدا ومش مجهد لا على المعدة ولا مجهد لجسد الإنسان ولا يثير غرائزه. الأكل النباتي ده الكنيسة حطاه من الكتاب المقدس، لأنه الطعام النباتي ده هو الطعام اللي الله سمح به لأبونا آدم وأمنا حواء. ربنا قال لهم يأكلوا من ثمار الأشجار ومن العشب، يعني الخضروات. الصوم أو الأكل النباتي للأسف الناس دلوقتي بتعمل كل حاجة نباتي، يعني مش عارف طبعا. يعني أنا في مرة كنت بره، وبعدين بره ربما دلوقتي ابتدى يبقى فيه هنا في مصر، يعني عندهم مثلا اللبن الصيامي، اللبن اللي هو الصويا، لبن الصويا، صويا ميلك ده، ومن اللبن بيعملوا كل حاجة، يعملوا ايس كريم، يعملوا الجبن، متهيألي فيه هنا طبعا. وبعدين يعملوا من الصويا بيسموه المنس ده اللي هو اللحمة المفروم من الصويا، يعملوا الفراخ، قطع الفراخ من الصويا، يعملوا البشاميل بقى والحاجات كتيرة دي.
فمره كنت بقول للناس ايه ده، امال انتوا كل ده في الصيام، احنا هناكل ايه في الفطار؟ لما يجي علينا الفطار هناكل ايه؟ التشكيل الكتير ده خلاص بيفقد الصوم معناه. يعني ما الناس بتاكل في الصيام اكتر ما بتاكل في الفطار، بتاكل في الصيام بشكل متنوع وفي تنوع كبير، ويقولوا في الاخر انه صيام، يبقى في الشوكولاته الصيامي وزي ما قلت لك واللبن الصيامي والجبنه الصيامي والايس كريم الصيامي، كل ده يقول لك هو صايم، مش ده صيامي، مش ده نباتي يعني. بعدنا عن الهدف من انه الاكل يبقى لازم يبقى اكل بسيط. ليه الناس بتنوع كده؟ ايه الفكره بقى في التنوع؟ احنا بيتحط قدامنا الاكل الصيامي مبقاش مقبول، في ناس مش بتقبله، يقول لك انا مش ماليش في البقوليات، ماليش في الحاجات دي، اعمل ايه؟ ما هو كويس ان مالكش، ما انت لو مالكش بقى يبقى انت صايم بجد، هتاكل اكل قليل، لان انت مش بتاكل اكل انت بتشتهيه، انت بتاكل اكل بسيط انت مش بتشتهيه. ده احد الاباء في الرهبنه قال لو صادفك اكل جيد افسده قليلا، يعني حاول تغير من طعمه او تغير من مذاقه عشان ما تاكلش منه كتير. فاذا كان الناس بتسيب الاكلات الطبيعيه العاديه ويروح بقى يدور ويتحايل بقى يجيب الاكل اللي هو بيحبه، يبقى فين الصيام؟ يبقى فين الجهاد في الصيام؟ طب هو كده مستريح، ما بذلش مجهود، ما غصبش نفسه انه ياخد حاجه هو حتى مش بيستريح. طبعا في ناس تقول لك اصل انا تعبان والحاجات دي بتعمل لي متاعب صحيه وكده. ممكن نعمل حاجات ما تتعبش الانسان بس برضه بسيطه، يعني تبقى بسيطه، لانه الانسان حتى تلاحظوا مثلا الحيوانات نفسها، الحيوانات اللي بتاكل النبات تلاقيها حيوانات أليفة، حيوانات طيعة، لكن الحيوانات اللي بتاكل اللحوم تبقى حيوانات مفترسة شرسة. فالإنسان لما يأكل الأكل الدسم أو الأكل المشهى تلاقيه برضه مش حاسس بالضعف اللي احنا بنتكلم عنه، وما بيشعرش الشعور الروحي اللي زي ما الإنسان الصائم بجد بيشعر بيه. دانيال النبي قال كده لم أكل طعاما شهيا في صوم، قال كده لم أكل طعاما شهيا. ويمكن انتوا كلكم تفتكروا الفتية الثلاثة ودانيال لما كانوا بياكلوا القطاني اللي هو البقول، لما ما رضيوش ياكلوا الأكل اللي أكل الملك اللي حطه الملك عشان ياكلوه، رفضوا انهم ياكلوا أكل الملك واكتفوا بالبخول البسيط، وبالفعل هم أكلهم بقيت أقوى وأكثر صحة من الشباب اللي كانوا معاهم أو الفتيان اللي كانوا معاهم. في ناس بقى بتخاف على أولادها من الأكل النباتي، يقول لك ده ما فيهوش بروتين حيواني فالولاد هيضعفوا. فكرة الناس النباتيين حتى بعيدا عن المسيحية بيبقوا معمرين، يعني أعمارهم أو عمرهم بيطول. تلاقوا مثلا الناس في الهند وفي دول شرق آسيا تلاقي مثلا واحد يعيش 100 و100 وحاجة سنة. حتى يعني أبونا آدم نفسه كان نباتي، مش أبونا آدم ده كان بيأكل الأكل النباتي وهو سمح بالأكل الحيواني بعد الطوفان. أبونا آدم عاش 930 سنة وكان نباتي، يعني ما تعبش وما سمعناش إن هو كان يشتكي من أي مرض. يعني هتقولوا ده بس من زمان. حتى دلوقتي بالفعل الناس النباتيين ما بيتعبوش زي الناس اللي بياكلوا الاكل الحيواني ده او مصدره من الحيوانات. تلاقوا مثلا الناس اللي بيبقى عندها الوزن الزائد عندهم مشاكل في الكوليسترول ومشاكل في الضغط ومشاكل عندهم سكر، مشاكل كتيرة صحية. فإذا كنا احنا خايفين على أولادنا السمنة المفرطة تجيب للولاد أمراض، لكن الولد حتى لو صام مش هيعيا مش هيتعب. يعني هتقولوا لا ممكن تجيله أنيميا، لا مش هتجيله أنيميا لأنه في كل المركبات الغذائية موجودة في الأكل النباتي. بس انتي حاولي كأم نوعي له لو كان ابنك أو بنتك لسه صغيرة في مرحلة النمو، لكن ما تخافوش، على الأقل الصوم مش بيجيب
أمراض للإنسان، يعني مش بيسبب أمراض للإنسان. ولازم تعودوا أولادكم على فكرة التعب، حتى لو الولد تعب شوية ده شيء كويس، لأنه ده هيتأصل فيه لما يكبر يبقى عنده استعداد إنه يتعب أكتر. بس هي الفكرة إنه إحنا ناخد الأمر من الناحية الروحية. أنا بتعب ليه؟ بس في واحد يقول لك يعني انتوا غاويين نكد تنكدوا علينا ليه؟ ما تسيبونا براحتنا. يعني ايه اللي هتاخدوه من تعبنا؟ او ايه اللي هتاخدوه من حرماننا؟ يعني الصوم مش حرمان ولا ان احنا بننكد على الناس. الصوم زي ما بنقول في الاول هو تعبير عن حبك لربنا، تعبير عن محبتك لربنا. وتيجي تعبر عن المحبه لحتى الشخص العادي لازم يكون تعبيرك فيه نوع من البذل. يعني ايه الفايده تقول لواحد انا بحبك ولما يقول لك طب انا محتاج منك 10 جنيه تقول له لا مش هديك؟ او لما يكون اللي انت بتحبه ده مريض مثلا محتاجك تسهر جنبه تقول انا فضيلك. الكتاب بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحب. اذا كنت انت محتاج تعبر عن حبك ده بشكل عملي للانسان اللي قدامك او لاخوك، يبقى برضو انت محتاج انك تعبر عن محبتك لربنا بشكل عملي، بشكل تطبيقي. انك في الصلاه تقف تصلي، ما تفكرش انك تتعب. لما تتعب ايه المشكله يعني؟ وتتعب شويه وبعدين تستريح طول الابديه، ولا تستريح هنا على الارض وتتعب في كل ابديتك؟ هو ايه هو الافضل؟ برضو احنا للاسف دلوقتي عشان زي ما قلت لكم العالم كله ماشي ناحيه الاستسهال، فبرضو كل حاجه ابتدت تبقى سريعه ونظريه. اكيد كلكم بتسمعوا المصطلح بتاع التيك اواي، كل حاجه سريعه. حتى الحب بتبقى سريع، يعني الناس بتحب بعض كده بالمراسله بالمسجات باي حاجه، لكن التكاتف والموده والمشاركه ابتدت تبقى قليله. فبرضه احنا عايزين نحب ربنا بالطريقه السريعه دي، يعني بالطريقه ان انا احبك يا رب بس وانا هادي وانا مستريح وانا مبسوط، وبلاش فكره الصيام والانقطاع والحاجات اللي بتغلب الواحد دي. لكن لما ادخل في مرحله او في فتره زي كده اقول ليه بس كده وليه مصعبينها علينا؟ وبعدين الناس تشتكي من حاجه مهمه قوي، يقول لك طب وانتوا جبتوها منين؟ يعني جبتوا الحاجات دي منين؟ هي الكنيسه اللي ليها الاف السنين دي مستنياك انت تسال انت جبتوها منين يعني؟ انت ليه بتسال يعني؟ هم الناس اللي سبقوك كل الناس دول ما كانوش بيسالوا وكانوا قابلين وعايشين وفرحانين ومبسوطين. جاي انت تسال ليه؟ لانك مش قابل فكره التعب. ومن غير التعب ده مش هينفع انك تدخل في عشرة مع ربنا، لانه التعب ترجمه عمليه لفكره حمل الصليب. احنا مش عايزين الناس تروح تجيب صليب وتتصلب عليه، لكن ازاي تشارك ربنا في الصليب؟ التعب ده ابسط انواع المشاركه. الصوم فيه نوع من التقدمه لربنا برضه بابسط انواع التقديمات، انك بتتنازل عن وقت معين ما تاكلش. في ناس بتقدم لربنا نفسها وحياتها، مش دي تقدمه برضه؟ يعني الناس اللي استشهدوا قريب في بيقدموا حياتهم لربنا، مش ده بذل وعطاء يعني؟ فازاي واحد يستثقل ان هو يصوم كام ساعه يعني؟ حتى لو قال هو ربنا ياخد من صوم ايه؟ طب هو ربنا اخذ منهم ايه لما ماتوا؟ ما خدش حاجه، لكن هم اللي اخذوا اكاليل. لما اثبتوا بشكل عملي ان هم بيحبوا ربنا اكتر من حياتهم، ربنا اداهم اكليل غالي جدا اللي هو اكليل الشهاده، وهيبقوا متميزين جدا في السماء. اقول لكم ايه اخيره برضو مرتبطه بالمعنى اللي احنا بنقوله في كورنثوس الاولى الاصحاح 9 عدد 25. بيقول فيها بولس الرسول: وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى وأما نحن فإكليلا لا يفنى. كل من يجاهد يضبط نفسه. احنا فكرة الجهاد عشان نوصل لضبط النفس. الناس اللي بتجاهد على الأرض تشتغل وتتعب عشان ياخدوا حاجات أرضية فن، لكن احنا لما نجاهد الجهاد الروحي عشان يبقى لنا إكليل لا يفنى، إكليل في السماء. دي آية بترد على فكرة ليه بنتعب؟ ليه بنجاهد؟
احنا ربنا خلاص فتح لنا الملكوت وعمل كل حاجة عشان. بولس الرسول بيكلم ناس مؤمنين بيقول لهم احنا بنجاهد عشان ناخد اكليل لا يفنى. اكليل لا يفنى. الناس اللي بتفكر بشكل جيد تعرف ان مكانتها في السماء هتتحدد اعتمادا على تعبيره عن حب ربنا. قد ايه محبة ربنا ملياك او موجودة جواك. وهذه المحبة لابد ان تترجم بشكل عملي. عشان كده انا قلت في بداية الكلمة انه في الناس اللي اتكلمت عنهم، انا متأكد طبعا ان كلكم منهم، اللي بينتظروا الصوم بفرح بشغف بشوق ويبقوا مش عايزينه ينتهي. الفترة دي بالنسبة لهم بتبقى فترة تخزين، فترة استمتاع، فترة كلها تعزية وكلها ممارسات روحية مختلفة. فأكيد الناس دي بتبقى فرحانة وده بيقربها من ربنا أكتر. وطبعا احنا كلنا بنبقى حابين ان يبقى طول الوقت طول السنة احنا نبقى مع ربنا، بس فترة الصوم الكبير دي يمكن لما الناس تبقى مشغولة شوية غصب عنها في أمور الحياة ويجي عليها الصوم، كل الصوم بينبههم خلي بالكم احنا محتاجين نركز شوية ربنا، لأن فترات الصوم دي كلها بتبقى موجهة لربنا. احنا عارفين طبعا ان الصوم ركن من أركان العبادة. الصوم موجه لله ومقدم لله زي الصلاة وزي الصدقة. احنا بنقول يا رب الوقت ده بتاعك انت، عايزين نعيشه معاك انت، قرب منك، نحس بالشركة معاك، نستمتع بيك، نحبك بجد، يعني نحبك بطريقة عملية مش بطريقة نظرية. ربنا يدينا ويديكم كل بركة إلهنا كل مجد وكرم. في سؤالين نسيت. لا نيافتك تجاوب. لا مش هجاوب. نعم؟ ضرب نيافتك. لا تيجي سيدنا أنا مش هجاوب. عن الصوم. هو سؤال بيقول هل من المفروض عدم تنويع الأكل بمعنى صنف أو اثنين فقط مثل الفول أو العدس فقط طول فترة الصوم، وإلا ممكن التنويع؟ لا، في فرق بين ان انا انوع عشان انا بحب كده وفرق ان انا انوع لمجرد الامر من ناحية صحية. يعني ايه مثلا؟ ما هو برضو لما تتعب قوي ممكن ما تكملش صوم، ممكن الدكتور نفسك يقول لك ما ينفعش، نفسك ما يقول لك ما ينفعش تصوم. فانت لازم يبقى تعمل الامور بحكمه شويه. يعني مثلا الناس تبقى عندها فكر ووعي ان انا بحط مثلا بقول يبقى جنبها سلطات خضراء فانا معدتي ما تتعبش، لكن السلطات والبقول اكل مش مشهى، يعني هاخد منه القدر البسيط وهشبع وهكتفي. لكن فكرة التنوع أو التنويع لمجرد إن أنا يبقى نفسي تتفتح أكتر وآكل أكتر، هو ده المرفوض، هو ده اللي مش محبذ إن إحنا نعمله. لكن ممكن يكون التنوع بس لأمور مرتبطة بالصحة العامة، وهو نفس الأكل اللي هياخد منه ده هيبقى بس معاه حاجة تساعد المعدة على الهضم، لكن ما هوش مرتبط بفتح النفس، انه الواحد يبقى نفسه تتفتح اكتر فياكل اكتر. كل سنه وانتم طيبين. مش سؤال تاني بيقول نيافتك ذكرت في نوعيه الاكل الا يكون الطعام مشهى، ونجد ان قنوات دينيه مثل مرمرقس تذيع اعلانات عن اكلات صيامي مثل اللانشون الصيامي، الجبنه، اللحوم الصيامي، فول السويد. يجب على اداره القناه الا تذيع مثل هذه الاكلات حتى لا يفقد الصائم بركه الصوم، ويجب على الكنيسه ان تنوع على عدم استبدال الطعام الحيواني باخر مثل اللانشون واللحوم وغيرها. ليكوا حق طبعا. هو للأسف طبعا في حاجات بيبقى
يعني الدافع فيها دافع مادي شويه او اقتصادي شويه. يعني الناس مثلا القناه ممكن تقبل اي اعلان من اي مؤسسه او شركه او حاجه، فالناس عايزه تبيع او عايزه توزع، ففرصه انه اي حاجه صيامي بتجد قبول كبير جدا عند المسيحيين، لدرجه المصانع دي او الشركات دي بتعمل كده مخصوص عشان عارفه ان ده هيجد اقبال يعني. لكن يمكن انتوا برضو خدتوا بالكم من الكلام انه يعني ده مش مفضل الا اذا كان الواحد بياخده مش عشان زي ما قلت لكم مش عشان هو اكل مشهى، لكن يعني انت مثلا تحط قدامك حاجه معينه في مكان معين وبعدين اكلتها من غير ما يبقى ليك رغبه انك تاكلها، حتى لو كانت جبنه صيامي لانشون صيامي واكلتها زي ما بتاكل الفول يعني مفيش مشكله، لانها صايمه. هي مش صايمه، هي صايمه، بس اهم حاجه انت بتاكلها ازاي، بتاكلها ليه. فاذا كانوا هم في الاعلانات دي بيسمح او بيدوا نوع من التنوير للناس لمجرد الشخص بس بياخد بدون شهوه، يعني بياكل بدون شهوه، يبقى مفيش مشكله. لكن انا عشان انا بحب الجبنه الفطاري فاجي في الصوم لازم استبدلها بالصيام، يبقى انا ما صمتش. وزي ما قلت لكم الفكره او الاصل في الكلام هو انه يكون الطعام بسيط، الاكل بسيط. لكن اكيد شكل الاكل نفسه، شكل اللانشون وشكل الجبن وشكل المكرونه بالبشاميل ومش كل ده بيوحي ان لا ده اكل مش بسيط. وبعدين برضو اكيد يبقى العائد منه، العائد الروحي او الشعور اللي بعد كده هيبقى مش في صالح صيامك، مش في صالح الصوم يعني. طبعا الناس اللي هناك اكيد هيتضايقوا من كلامي بتوع الاعلانات، بس احنا بنتكلم يعني على ما يناسب العموم من الناس. شكر ليكم وسنه وانتم طيبين. تعيش نفسك. نشكر ربنا على بداية أول الصوم، وإن سيدنا حضرة صاحب النيابة نيابة الأنبا أن يحدث لنا ملاك اليوم، وهو خريج من بيت الملاك، ويباركنا في بداية الصوم، واستفدنا منه من نيابته إزاي يكون الصوم بحب، ومن خلال الحب ممكن الإنسان يكتسب فضائل كتير. شكرا لسيدنا على محبته، وبدل ما اتصلت بنيابته ما تأخرش واستجاب لينا